سلام، كيف الحال؟ معليش على القطعة والتأخير لكن بظروف. طبعا اليوم جبنا قصة، هذه المرة قصة مختلفة تماما. الأمانة ما قد نزلت عن أي قصة فيها سطو. طبعا عندنا قصة اليوم قصة ضاف أول من سطى في المملكة العربية السعودية. قبل نبدأ المقطع الله صلوا على النبي، لا تنسوا تضيفون حسابات تلقونها في الديسكربشن تحت بالوصف. كل حساباتي موجودة، سناب، انستغرام، تيك، كل شيء، حتى فيسبوك. كان معكم عزوم مشاهدة. طبعا خلونا نعرف مين ضاف. ظافر هو الشخص مثل ما قلت لكم في بداية المقطع، هو اول من سرق في المحلات الذهب وسطى البنوك. طبعا خلونا نعرف ظافر ايش سوى هو والناس اللي معه. ظافر في عهد الثمانينات، طبعا ظافر من سكان مدينة الحسا. طبعا ظافر اخذ من اخوه ذهب. اول ما اخذ الذهب سافر هو واخته. طبعا هو رايح الطريق وقفته دوريات التفتيش. طبعا اول ما فتشوا فلقوا معه كمية ذهب هائلة كثيرة كذا. فتفاجئوا ايش الذهب اللي ماخذه ظافر. فصادروا عليه الذهب. خلونا نعرف ايش سوى ظافر. طبعا الدورية اول ما شافوا الذهب معه بكمية كبيرة فتفاجئوا او شكوا في موضوع انه ليش الذهب هذا معك ومصدر اصلا ما يدرون من وين، فصادروا عليه الذهب. طبعا اول ما اخذوا عليه الذهب صادروه فزعل ظافر في نفسه وقال ليش اخذوا مني الذهب هذا. فغير ظافر 180 درجة. خلونا نعرف ايش سوى ظافر بعد ما صادروا عليه الذهب. حاول ظافر انه ينتقم، لكن ينتقم بطريقة غير مرضية تماما. خلونا نعرف ظافر كيف انتقم، وش الاشياء اللي سواها من اول يوم له الين اخر يوم له. تغير شخصية ظافر من شخص مسالم الى شخص ينهب ويسرق ويسوي ويفعل عشان اللحظة اللي انخذ فيها الذهب منه. ظافر اول هدف له انه يسرق من محلات الذهب، راح لمنطقة الخرج. طبعا اول ما وصل منطقة الخرج فاقتحم احد المحلات الذهب، سرق منها الذهب اللي يقدر يسرق. طبعا حقين الذهب فاستغربوا بما انها اول مرة تصير في المملكة العربية السعودية سرقة الذهب، فقالوا انه ممكن هذه مرة واحدة تصير بس. لكن خلونا نعرف ايش اللي صار بعد المرة الاولى اللي سرق فيها ظافر الذهب من محلات الذهب. بشكل عام كلهم متفقين مع بعض ان هذا الشيء ما راح يتكرر، لكن ظافر ما بس سرق نهب واحد، لا سرق اكثر من شخص. فتفاجئوا المحلات، يعني هم توقعوا انه السرقة الاولى بس ما راح تصير مرة ثانية، لكن ظافر نهب من شخص محلات الذهب. ظافر ما كان محتاج ولا كان نصاب، لكن كان ينهب ذهب. كان يسطو على المحلات ويسرق الذهب بكميات كبيرة وبالكميات اللي كان يقدر عليها في بداية. اول ما عرف الخبر وزي كذا صار توجه دوريات الى منطقة الذهب اللي انسرق فيه من ظافر. فظافر اخذ الذهب وتوجه لليمن. ظافر اول ما راح اليمن ايش سوى في اليمن؟ راح باع الذهب هناك ورجع مرة ثانية السعودية على انه ما سوى شيء. رجعته من اليمن ما كان طبيعي، كان تهريب. ظافر كان يبيع الذهب في اليمن ثم يجي الرياض بالتهريب. بعدها عرفوا الحرامي او الناهب مين هو، حددوا هويته وعرفوا شكله وعرف ان ظافر هو اللي قاعد ينهب منطقة الخرج. اول ما عرف ظافر انه عرفوا السلطات ان حرامي هويته موجودة، فسوى خطة جديدة وجه لمنطقة الحسا. وسكان الحسا ويعرف كل شيء تقريبا ومسقط راسه، فتوجه هناك وصار ينهب في منطقة الحسا. السلطات فقالوا ان ظافر ما راح يوقف ابدا، لازم نمسكه ونقبض عليه بأي طرق. فسرق الخرج نهب فيها محلات كثير وتوجه للحسا وصار ينهب فيها. السلطات ما قصرت فتوسع نطاق البحث عليه، فتوزعوا وحاولوا انهم يمسكونه باي طريق. ظافر اول ما حس ان الوضع انه صعب جدا لحاله فقرر انه يشوف له شريك معه. ظافر استعان باقدم صديق عنده اللي اسمه مسعود، اقدم صديق معه عشان الثقه تكون بينه. فاستدعى مسعود فقرر وياه ينهبون او يكملون باقي العمليات للنهب. فمسعود قال انا ذراعك اليمين فخلينا نبدا، او شو اللي تبغاه بالضبط. ما كانوا في مكان واحد، هم ما كانوا مستقرين، كان ينهبون من الخرج، كان ينهبون من وادي الدواسر، وكان ينهبون من الحسا. ثلاثهم كان الربع الخالي. لما كانوا يسرقون ينهبون كل شيء ما كانوا يتخبون في مكان او في بيوتهم او في اماكن داخل المدينه، لا كانوا يطلعون منطقه الربع الخالي بعيد عن الناس. فجاه كانوا جالسين في الربع الخالي بعد ما نهبوا حل الذهب زي كذا. فظافر عطى مسعود فكره، قال هذه المره دام ان نبغى نسرق فخلنا نضرب الضربه الكبيره. يعني كانوا يبغون ينهبون شيء كبير اكبر من اللي قاعد يصير بالضبط. ظافر ما قال لمسعود ما نبغى نسرق محل ولا محلين ولا ثلاثه، لا نبي ننهب السوق كله. يعني بدل ما انه كان على واحد اثنين قال لا نبغى ننهب السوق كله يا مسعود. توجهوا للمحل الذهب الرئيسي والكبير عندهم في المنطقة. أول ما توجهوا للفرع الرئيسي أو الأساسي عندهم في المنطقة، فإيش أول شيء سووه؟ أول شيء طفلوا النور الكهرب على المحلات الذهب بشكل كامل. أول ما طفى الكهرب دخلوا مسعود وظافر وسطوا على جميع المحلات الموجودة في المنطقة اللي هم راحوا يسطون منها. طبعا هذه كانت أكبر عملية سطو لهم من بدأ إلين النهاية، أنهم سرقوا جميع المحلات الذهب بشكل كامل. كالعادة أول ما سطوا وخلصوا توجهوا لليمن طريقهم المعتاد عشان يبيعون الذهب في اليمن. هذه المرة مو بس كانوا يبيعون في اليمن، لا هذه المرة أضافوا مدينة ثانية اللي هي عمان، صاروا يسرقون ينهبون يودون يبيعون في عمان. كان وضعهم مثل ما هو، أول ما يبيعون في عمان أو في اليمن فيرجعون المملكة العربية السعودية تهريب.
ظافر زحف ما بعد زحف، صار ينمي الدوريات المارة، يفقع كفرات الدوريات الأمن، وكان يسوي أشياء واجد. فعرف السلطات أن ظافر راح يكون موجود في مدينة الخرج، فتوجهت السلطات كاملة للمكان اللي راح يكون فيه موجود ظافر. طبعا صار في تبادل إطلاق نار بين السلطات وبين ظافر في الخرج. طبعا ظافر سوى حركة على انه مصاب، الشرطة السلطات تحسب ان ظافر انصاب او توفى، فجلس مستوح راس على الدركسون الين جاء العسكري عنده فطلق عليه ظافر وانحاش للربع الخالي، المكان اللي هو كان يروح فيه هو ومسعود اللي معه. طبعا كان في احد الضباط موجود في النقط الموجودة حول الخرج والاشياء هذه، فقرر هو قال اني انا راح امسك الشخص هذا لكن خلوه عندي المسألة. فصار في مشادة بين الضابط هذا وبين ظافر، فظافر عرف ان الشخص هذا يبغاه اللي هو الضابط السعودي. ظافر عرف اسم الضابط هذا، فصار ظافر ينزل قصايد باسم الشخص هذا عن كل شيء عنه. جلس الضابط هذا يطارد ظافر لفترة طويلة، كان ظافر ما يشوف اي احد خصمه الا الضابط هذا، لانه سمع انه ينزل عنه وكان يبغاه باللي. طبعا الضابط كان اسمه محمد، وقف هو الفرقة الموجودة معه ضد ظافر، احتموا بالسيارات حقتهم عشان يتبادلون اطلاق النار مع ظافر. ظافر رمى الضابط رميه لدرجه ان الضابط هذا وقتها يعني خاف يصير له شيء لا سمح الله، فقرر الانسحاب هو الفرقه اللي معه. اكبر سرقه نهب البنك ظافر في الوقت هذاك، طبعا في عام 2007 بالضبط قصوا ظافر واللي معه، وفي ناس تقول انه مقتول حصلوه مقتول، وفي ناس تقول انه لين ممسك، لكن الله اعلم. دعنا بنهايه المقطع، اتمنى عجبتكم القصه، اذا عجبكم المقطع لايك واشتراك ونسرة التصديق في حساباتي وانا في الديسكربشن. اتمنى تقدرون تعبي ومجهودي وكل شيء، وان شاء الله في قصص ثانيه، ومثل ما قلت لكم سنابي موجود ومتاح للجميع، اذا حاب عندك قصه عندك لعبه عندك شيء تبي تقوله ترى حسابي موجود. كان معكم الزوز، سلام عليكم.